السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. دائما ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بتحلية تاع سهرة رمضان، تحلية بالفراولة بسيطة وسهلة التحضير. تنسى بربي ان شاء الله تنال اعجاب كامل افراد العائلة تاعكم. جربوها وان شاء الله راح تنجح معاكم كامل باذن الله. واللي يجربها ما ينساش يخلي لي آراءه في لي كومنتير، وكذلك ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. هذه هي التحلية كما قلت لكم، تجيب بنينة بزاف صدقوني. تتمتعوا بها يعني في رمضان ولا في مناسبات ماشي غير رمضان. مثلا خطوبة ولا جاكم ضيف مميز، نتعرفوا مع بعضنا على المقادير وطريقة التحضير. عندي الفراولة لهنا شريت كمية يعني ب20,000، دارت لي 6 كؤوس، قطعتها إلى قطع صغيرة. عندي السكر نحتاجه 3 ملاعق كبيرة. عندي بسكويت لهنا رحيته، وهذا البسكويت تاني بذوق الفراولة، رحيت من هذا وهذا خلط وعطاني يعني جو سبيسيال. التحلية تاعي جات متناسقة مع انهم يعني كما جاو بالفراز. لهنا عندي الياغورت 2 علب تاع الفراز، هما تاني تاع ممزوج هذا استعملت. عندي كذلك كاس تاع الشونتي ناقص صبع، وعندي الحليب ناقص 2 أصابع. هادو هما المقادير. نتعرفوا مع بعضنا على طريقة التحضير. لهنا جبت الفراولة، نبداو بها هي الاولى. نحطوا لها 3 مغارف تاع السكر، ما يكونوش مملوئين، وعلى حساب الكمية اللي عندكم. ما تخافوش من الحلاوة، تجيكم معتدلة في الحلاوة وتجي هذيك هي تجي تشهي صدقوني. ونخليهم يطلقوا الجو تاعهم. من بعد نروحوا نحضروا لا كريم شانتيي نطلعوها. حطيت شانتيي كما قلت لكم، دائما شانتيي تكون زايده على الحليب، ودائما الكاس اللي تكيلوا به لا شانتيي هي الكاس اللي تكيلوا به الحليب هو نفسه يعني. خلطت هنايا الشانتيي مع الحليب، ومن بعد شعلت الباتور ونبدا نطلع فيها حتى نتحصلوا على كريمه. بعد ما طلعت لا شانتيي نضيف هذوك 2 علب تاع الياغورت اللي قلت لكم تاع الفراوله. ونزيدو نطلعوهم مع بعضهم جيدا هكذا. شوفوا لا كولور لهنا راهي غوز في البارد، جات هايله. ما راني مشعله الفلاش على هذه ما تبالكمش لا كولور تاع لا كريم. نفرخها، شوفوا القابه نتاعها كيفاه جا، نفرخها في لابوش ونرجع لكم. هنا هادو هما الكؤوس اللي راح نستعملهم. وجاتني يعني 6 كؤوس، قد هاد الكمية دارت لي 6 كؤوس، يعني راهم كبار ما شاء الله. نتوما اذا حبيتوا ديروهم في هادوك لي فيغين في مناسبة هكا، ولا تاع النيلو هادوك اللي يجيو صغار شوية، يعني راح تجيكم الكمية اكتر. ضفت لهنا البسكوي هذاك اللي رحيته، وزدت ضفت الفراولة. شوفوا كيفاش طلقت هذاك الجو تاعها، وكل ما تخليوها تقعد كل ما تزيد تطلق اكثر. وهنايا راح نضيف لا كريم شانتي كما راكم تلاحظوا، يعني تجي شغل طبقات وتجي بنينه صدقوني. وتزيدوا تحطوها تبرد في الثلاجه، واش نحكي لكم، تزيد تطلق هذيك الفراوله في البسكوي مع لا شانتي هذيك، واحد البنه. شوفوا يعني كي ديروها العائله تاعكم راح يشكروكم عليها، وراح يتمتعوا بالبنه تاعها. خاصة في رمضان العبد يكون صايم، يحتاج إلى حاجة تفرح كما هذه، وحاجة تبرد العطش وتنحي الغلبة تاع الصيام هذاك في الليل. هنايا راح نزين بطريقة أخرى، يعني راني نعطيكم أنا في الطرق. لهنا حنعطيكم 3 طرق وانتم ابدعوا.
يعني التزيين دائما يبقى اختياري. هادوك الحبات تاع الفراز يعني انا خليت حوالي 3 حبات هكاك ما قصيتهمش راني نزين بهم. نتوما ديروا حسابكم ما تقطعوش كامل الفراوله، خليو هكاك 3 حبات ولا للتزيين. ضفت لا كريم شانتيي، هادوك الحبات تاع الفراز قسمتها هكا على النص، ومن بعد البسكوي وزدت لا كريم شانتيي كما راكم تلاحظوا. يعني الفيديو راهو يوضح اكثر من الهضره، شوفوا الفيديو فقط وتبعوا تفهموا، لانها تحليه سهله وبسيطه ما فيها حتى صعوبه. هنا بديت حطيت الفراز هو الاول، من بعد البسكوي كما راكم تلاحظوا. وكما قلت لكم حاولوا تختاروا البسكوي يكون بذوق الفراوله كما اللي نعته لكم انا، يعني اي بسكوي يكون بذوق الفراوله يجي متناسق معاها ويزيد لها في البنه. شوفوا هاد التحليه ما تجيش حلوه بزاف وتجي يعني بنينه، كي تجربوها تفهموا واش راني نهضر. وهنا زينتها هكا بنص حبه تاع الفراوله في الاخير. شوفوا جات تشهي والله، يعني هاي الصورة تعبر على نفسها. نوجدهم هكا بعد ما وجدت كامل الكؤوس، وشوفوا نوعت يعني كل كأس كيفاش زينته. يعني تعطيك منظر جميل هكا كي ديريهم وتنوعي فيهم. تحطيهم في الثلاجة يبردوا ويزيد هذاك الفراز يطلق الجو تاعهم مليح كي تبرد. ومن بعد تقدميهم للعائلة تاعك بالصحة والعافية. يعني إذا قدمتيهم للضيوف كذلك راح يعجبوهم بزاف، وبالإضافة إلى البنة يعني المنظر تاعهم فاخر، يعني كدبوش على بعضنا. ما عليا دوك غير نقولكم خليوا لي جيم، اشتراك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في قناتي. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.